مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. افتتاح مشروع مياه شرب في مديرية السجنيتي. فرع السياحة في إقليم عنسبة يقيم أعماله. حملة تطعيم المواشي في مديرية السني. كندا والهند تتفقان على بدء محادثات تجارية بعد سنوات من القطيعة. الصين تحذر من أنها ستسحق أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان. روسيا تطلق قمر صناعي عسكري للفضاء. السلام عليكم ورحمة الله. تم افتتاح مشروعي مياه شرب في قرى عد حديد وعد بعور التابعة لمديرية السجنيتي يوم 23 من نوفمبر الجاري بكلفة بلغت أكثر من 7 ملايين نقفة. شمل المشروع مشروع عد حديد خزان بسعة 125 برميل و7 نقاط لتوزيع المياه ومد شبكة أنابيب بطول 3 كيلومترات بالإضافة إلى مضخة تعمل بالطاقة الشمسية. كما شمل مشروع عد بعور 4 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 150 برميل و4 نقاط لتوزيع المياه وشبكة أنابيب بطول 3 كيلومترات حسب ما وردنا من مراسلي وكالة الأنباء. وهنأ مدير فرع تنمية المياه بوزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مسكنة قبل سلاسي في كلمته القرى على تمكنها من الحصول على مصادر آمنة للمياه، مشيرا إلى أنه يتم العمل بجدية على ضمان وتوفير مصادر آمنة للمياه الصالحة للشرب في متناول المواطنين في كافة أنحاء البلاد. وذكر مدير عام قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الجنوبي السيد يماني أباهي بدوره المواطنين للمحافظة على المشروع ومرافقه. وحث مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حاج علي في كلمته الختامية القرى لتأسيس لجان لإدارة هذه الموارد بفعالية تنسيقا مع الإدارات المعنية. قيم فرع السياحة في إقليم عنسبة عمله في عام 2025 يوم أمس 25 من الشهر الجاري بمدينة كرن. وأوضح مدير عام القسم السيد سالم علي الأعمال التي قام بها القسم في العام الجاري وخطة العمل لعام 2026، مؤكدا عمل القسم بجدية في برامجه المنشودة. وعرض في التقرير الجهود التي بذلت لتنمية القدرات البشرية وتدريب المرافق الخدمية على مستوى المديريات وزيارات جماعية إلى المناطق التاريخية، بالإضافة إلى تحضير وتحرير منشورات تعرف بالموارد السياحية التي يتمتع بها إقليم عنسبة. كما نفذت حملات رقابية في 283 محل تجاري من أصل 771 مرفق خدمي. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في كلمته الختامية الجهات المعنية في القطاع للتضافر وتنسيق الأعمال لتعزيز مدى توسع وتطور قطاع السياحة في الإقليم نظرا إلى موارده الثرية ومتعددة الفئات. قام مكتب الزراعة بمديرية السني بتطعيم حوالي 74 ألف رأس من الماشية بالتعاون مع وحدة الثروة الحيوانية. وأفاد مسؤول وحدة الثروة الحيوانية السيد إلياس مناسي أن حملة التطعيم التي استمرت لمدة أسبوعين أجريت في القطعان والمخيمات التي تتواجد بها الماشية، مضيفا أنه تم تطعيم 69,700 عجل ضد الحصبة و2,800 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وأكثر من 400 كلب ضد داء الكلب. وقال إن نحو 13,000 رأس من الماشية تلقت خدمات طبية مختلفة خلال العام الجاري، مشيدا بتعاون الرعاة وأصحاب المواشي المتكامل. وقال إن إجمالي عدد الماشية في المديرية يبلغ 350 ألف رأس بفضل مصادر المياه والرعي الغنية بالتنوع النباتي في المنطقة. وذكر الطبيب البيطري جيلا ميكائيل عقبة ميكائيل أن وزارة الزراعة تقدم خدمات مجانية من خلال توفير الأدوية الكافية لضمان صحة المواشي وازدهارها. ودعا مسؤول وحدة الثروة الحيوانية في مكتب الزراعة بمديرية السنية السيد إلياس مناسي في الختام
دعا الرعاة وأصحاب الماشية إلى الانتباه من عدم اندلاع الحرائق في الغابات، حيث تقع حرائق متكررة في المراعي بسبب الإهمال. نظم أسبوع تنظيمات الشباب في أفعبت يومي 22 و 23 من نوفمبر الجاري، وتضمنت الفعاليات مسابقات في المعلومات العامة والابتكار والحرف اليدوية والرسم والأنشطة الرياضية والعروض الفنية، ووزعت في الختام الجوائز على الفائزين. وذكر مسؤول مكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا الشاب موسى محمد سعيد في كلمته التي ألقاها أن هذه الفعاليات تعد استمرارا لأنشطة مماثلة أقيمت على مستوى المديرية في شهر مايو الماضي، مضيفا أن هدفه هو تبادل الخبرات وتعزيز الموارد الشبابية والقدرات. في غضون ذلك تم تخريج 84 شابا وشابة تلقوا تدريبا لمدة 3 أشهر في مجالات الإلكترونيات والحاسوب والإسعافات الأولية. وفي كلمته الختامية أشار مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن أسبوع التنظيمات الشبابية يلعب دورا في تعزيز مساهمة الشباب، مؤكدا دعم الإدارة التامة في كافة الأنشطة التي تخص الشباب. أفاد المدير الإداري لمستشفى قدايف الأهلية سيد تسفال الدد قبر عملاخ إن قسم الولادة الذي تم إنشاؤه حديثا في المستشفى مجهز بالمعدات اللازمة، وإنه جهز لتقديم الخدمات. وأوضح أنه تم تجديد 4 غرف كانت في الخدمة بشكل كامل بالتعاون مع الشركاء، وتم بناء مرافق جديدة في كل غرفة. وذكر مسؤول قسم الولادة بالمستشفى الممرض قبر هوة الآية بدوره أنهم كانوا يقدمون في السابق خدمات رعاية ما قبل الولادة وكذلك فحوص أمراض النساء والسرطان، ومع دمج الأقسام الجديدة فإنهم يستعدون لتقديم خدمات الولادة ورعاية المواليد. يعرف أن مستشفى قدايف الأهلي يقدم خدماته لسكان مديريات قدايف وقجرة وسنبل وقال نفحي. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. اتفقت كندا والهند على بدء محادثات بشأن اتفاقية جديدة للتبادل الحر، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد خلاف شديد. وأعلن مكتب كارني عن المحادثات بعد اجتماع رئيس الوزراء الكندي بنظيره الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة ال20 في جنوب إفريقيا. وأدى خلاف دبلوماسي إلى تعطيل الخدمات القنصلية والتجارية بين البلدين اللذين بلغت التبادلات التجارية بينهما 9 مليارات دولار من السلع والخدمات في عام 2023. ومنذ توليه منصبه أكد كارني أن كندا بحاجة إلى توسيع علاقاتها التجارية مع شركائها في الخارج لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي فرضت رسوما جمركية باهظة على قطاعات كندية رئيسية. حذرت الصين من أنها ستسحق أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان، وذلك بعدما أعلنت اليابان عن خطط لنشر صواريخ على جزيرة قريبة من تايوان التي تطبق حكما ديمقراطيا. وقال بينغ تشينغل المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين إن نشر اليابان أسلحة هجومية في المناطق المتاخمة لمنطقة تايوان الصينية أمر خطير للغاية، حيث يخلق عمدا توترات إقليمية ويثير مواجهة عسكرية. هذا وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي قد أعلن أن حكومته ستقترح إنفاقا إضافيا للدفاع بقيمة 40 مليار دولار على مدى سنوات عدة. وتأتي الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الصين التي تعتبر تايوان منطقة تابعة لها من الضغوط العسكرية والسياسية منذ 5 سنوات لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبي بشدة. وكان تشينغ تي تحدث في وقت سابق عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 و5% بحلول عام 2030 استجابة للمطالب الأمريكية في هذا الصدد. أعلنت روسيا أنها أطلقت قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء من قاعدة بليستيك الفضائية حاملا حمولة من أجهزة فضائية ستستخدمها
وزارة الدفاع الروسية. وأفادت الوزارة في بيان لها أن الإطلاق كان ناجحا. وأضاف البيان أن صاروخ أنغارا 1.2 صغير الرفع المطور في روسيا استخدم في عملية الإطلاق. وفي عام 2024 صرح وزير الدفاع الروسي آنذاك سيرجي شايغو بأنه بعد استكمال تحديث قاعدة بلستيك الفضائية العسكرية ستتضاعف قدرتها على دعم عمليات إطلاق المركبات الفضائية. تواجه أجزاء من تايلاند فيضانات قياسية أسفرت عن مقتل 33 شخصا على الأقل، ودفعت السلطات إلى نشر سفن وطائرات هليكوبتر عسكرية لدعم جهود الإغاثة، حيث ضربت الفيضانات 10 مقاطعات في جنوب البلاد. وسجلت مدينة هاتياي على هطول الأمطار منذ 300 عام بمعدل 335 ملم في يوم واحد. وظهرت العديد من الصور مركبات ومنازل غارقة في تايلاند، في حين ينتظر السكان الإنقاذ على أسطح منازلهم. كما اجتاحت الأمطار الغزيرة دولا مجاورة، ففي فيتنام ارتفع عدد القتلى إلى 98 شخصا خلال أسبوع، بينما في ماليزيا أجبر أكثر من 19 ألف شخص على ترك منازلهم، وتأثر أكثر من 2 مليون شخص في تايلاند بالفيضانات، لكن 13 ألف شخص فقط تم نقلهم إلى الملاجئ، والغالبية العظمى منهم معزولون وغير قادرين على الحصول على المساعدة. وفي إندونيسيا أعلنت شرطة سومطرة الشمالية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم، فيما فقد 6 آخرون جراء سلسلة من الكوارث الطبيعية التي ضربت 6 محافظات في الإقليم. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. افتتاح مشروع لمياه الشرب في مديرية سجنيتي. فرع السياحة في إقليم عزبة يقيم أعماله. حملة تطعيم للمواشي في مديرية كسني. كندا والهند تتفقان على بدء محادثات تجارية بعد سنوات من القطيعة. الصين تحذر من أنها ستسحق أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان. وروسيا تطلق قمر صناعي عسكري للفضاء. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.